في عالم البزنس دايما في سباق، بس السؤال المهم هو مين اللي بيكسب في الآخر؟ هل هو الأسرع ولا اللي عنده نفس أطول ويقدر يكمل المشوار؟ اليوم رح ندخل في صلب الموضوع ونشوف الفرق بين طريقتين تفكير عكس بعض تماما، سرعة الشركات الناشئة وثبات الشركات الكبيرة. وهذه الصورة تختصر كل الحكاية. على اليسار عنا الشركات الناشئة أو الستارت ابس دائما بتجري، وعلى اليمين الشركات الكبيرة أو الانتربرايز اللي بتتحرك بخطوات أبطأ بس مدروسة ومحسوبة، يعني فريق بيجري وفريق بيمشي على مهل. وهنا السؤال اللي يطرح نفسه، مين فيهم بيكسب في الآخر؟ هل هو العداء السريع اللي بيوصل خط النهاية أول واحد، ولا البناء الصبور اللي بيتأكد إن اللي بناه رح يضل واقف؟ هذا هو جوهر نقاشنا اليوم. طيب عشان نجاوب على هالسؤال لازم نفهم إننا ما بنتكلم عن حجم الشركة وبس، لا، إحنا بنتكلم عن عقليتين مختلفتين تماماً في السوق، كل عقلية لها فلسفتها الخاصة في البناء والنمو. خلونا نشوف الجدول هذا لأنه بيلخص الفروقات بشكل ممتاز. شوفوا، بالنسبة للستارت اب السرعة هي كل شيء، وهذا طبيعي، محتاجين يثبتوا فكرتهم بسرعة عشان يجذبوا استثمارات أو يوصلوا للسوق قبل غيرهم. عشان كده الأساس المتين ممكن يتأجل شوي، الهدف هو النمو السريع وبس. أما الانتربرايز فالقصة مختلفة، السرعة عندهم مدروسة ومنهجية خطوة بخطوة، والأساس هو نقطة البداية اللي ما فيها أي تنازل، لأن الهدف الأكبر هو تحقيق نجاح مستدام، نجاح يعيش سنين طويلة. لكن السرعة دي ليها جانب خطير، يعني الركض المستمر هذا ممكن يؤدي لمشاكل كبيرة، أهمها إن كل شيء ممكن ينهار بسبب عدم وجود استقرار. النقطة المهمة هون هي إنه البناء على استعجال فيه مجازفة كبيرة جداً. خلينا نتخيل إن بنبني بيت بسرعة وتجاهلنا قوة الأساس، يمكن شكله من برا يكون حلو ونسكن فيه بسرعة، بس مع أول هزة بسيطة كل شيء بيوقع. هذا بالضبط اللي بيصير لما الأساس يكون ضعيف والتركيز كله على السرعة. أجل، شو الحل؟ الحل بسيط وواضح، قوة الأساس المتين. هنا بنكتشف المعادلة الحقيقية للأمان والنجاح اللي بيدوم. وهنا نوصل للمصطلح المحوري، البطء المدروس. طبعاً ما بنتكلم عن كسل أو تباطؤ، لا، بنتكلم عن مبدأ استراتيجي، إنه فن البناء بهدوء وعلى أساس صلب عشان نضمن الأمان والاستقرار للمستقبل. وهذا يوصلنا لمعادلة بسيطة وواضحة للنجاح، البطء المدروس يساوي الأمان. لما تكون كل خطوة محسوبة ومدروسة، النتيجة الطبيعية هي الأمان، أمان في المنتج، في العمليات، وحتى في العلاقة مع العملاء. وهذا الاقتباس يلخص كل الفكرة. الشركات اللي بتفوز في النهاية هي الشركات اللي بتبني على أساس مش على استعجال، الشركات اللي فاهمة إن السباق الحقيقي هو سباق استدامة، مش مجرد سباق سرعة بينتهي بسرعة. طيب الكلام النظري جميل، بس كيف ممكن نشوفه على أرض الواقع؟ خلونا ناخد مثال عملي ونشوف منهجية شركة أب سمارت في البناء. اللي بيميز طريقة تفكيرهم هو إنهم بيطبقوا مبدأ البطء المدروس بحذافيره. أول شيء بيركزوا على بناء أساس قوي قبل حتى ما يفكروا بالتوسع. ثانياً أولويتهم هي النمو الآمن والمستدام، مش الأرقام الكبيرة اللي بتيجي بسرعة وبتروح بسرعة. والأهم من كل هذا إنهم بيتبنوا عقلية الانتربرايز الكبيرة من أول يوم حتى وهم لسه في البداية. وفي الأخير بنرجع للسؤال الأساسي، لما نبدأ أي مشروع أو شركة، هل الهدف هو الفوز بسباق سريع ومؤقت، ولا إننا بنبني شيء قوي وصلب عشان يبقى ويستمر للمستقبل؟ الجواب على هالسؤال هو اللي بيحدد مصير أي مشروع في النهاية.